انا هحب طريقة تحميل كده في السريع. هي طريقة سهلة اصلا، هندوس على ديت اللي هي اللينك. طبعا اللينك بقى اسهل مما تتخيل، يعني حاجة سهلة قوي، بس انا النت عندي بضان، يعني لو النت عندك بضان ممكن يقرفك تمام، بس احنا هنجرب عادي مش هتفرق. لان كان واحد صاحبي قال لي لو النت عندك وحش وكده الموقع يعني مش بخش على اللينك على طول، بس هنجرب اهو. هنعمل درج وهنخش عليها، هيجيلك اعلان واحد وهتدوس على ديت وهتشيله خالص وتقوم جاي داخل على البتاع. طبعا بتحمل معايا مفيش اي مشكله خالص. وبعدها تعمل جيت لينك. طبعا انا مش يعني لو ممكن يدخلك على صفحه تانية دلوقتي، هتقوم جاي خارج وتخش على لينك تاني من الاول وجديد. بس هو ما بيعملش الحركه دي غير لو النت عندك وحش بمعنى شبهي، بس هي لسه عامله معاه من شويه يعني، بس هنجرب تاني اهوت. ده عمل الجيت لينك، هتخش على جيت لينك او شو ما قلت لك دخل على اعلان تاني، هتخرج كده خلاص انت دخلت على اللينك على طول اهو. مفيش اي مشكله خالص، الطريقه بقت اسهل مما تخيلها. هتعمل تنزيل عشان ايه؟ الناس بس الجديدة، الناس طبعا القديمة كلها أنا بطلع لهم كل فيديو طريقة تحميل، عشان ما يعني زمانهم حفظوهم أصلا. النسخة يحب تنزيل وخلاص، ده كل الحوار. ازيكم يا اخواتي، جاب لكم النهارده طريقة ازاي تعمل رقم. بص يا صاحبي، طريقة الرقم والشغل ده كل ده ناس كتير عارفينه، بس أنا مطلع الطريقة عشان لو في حد مثلا مش عارف كده، لأن كانت طلبت مني تمام. بص انت أول حاجة هتنزل VPN تمام، وده والبرنامج ده احنا الاتنين هنسيبهم أصلا، هسيبهم لك في صندوق الوصف تمام. وهتشوف وهتنزل نسخة تكون متثبت جنب المتجر عشان تشغل عليها الرقم. المهم يعني انت عشان تشغل الرقم هتثبت نسخة، مفيش مشكلة. انا كمان دولت كلهم عليهم ارقام وكده، فانا غيرت حزمة النسخة. النسخة ديت منزلها كده كانت بتثبت حزمتها FM يعني، فغيرتها وخليتها ايرو، ثبت النسخة اتثبتت معاهم مفيش اي مشكلة. طبعا بسلسلة التعديل هعرفك ده كله. المهم هنخش كده نشغل اول حاجه VPN. في ناس بتخش تقول لك هتخلي الفون بتاعك انجليزي الاول. لا يا اسطى، هو يعني بذكائك كده انت VPN هتشغله هتخلي الفون انجليزي ليه؟ ممكن اعمله اصلا من غير VPN، انت لو خليت تليفونك انجليزي تمام. بس احنا مش هنعمل اي حاجه، هتخليه على الامريكا او اي يعني. ممكن تخليه انت لو جيت هنا بص ثواني كده، بص في هنا كل ده، لو خليته على اي واحده من دول برضه هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. وكل الحوار ان التليفون يبقى انجليزي تمام. هو كده بقى متصل اهو. هتخرج كده هتلاقي ديت موجودة فهتسيبها تمام. وهنيجي كده على البرنامج اللي هو ده كده تمام. طبعا عامل بأرقام كتير وهوريك دلوقتي اللي انا عامل بأرقام. هتقوم جاي عامل ده كله كده تتخطاه يعني، وهتدوس على ديت. بعدها هتيجي يسطا على دي تمام. ركز يا صاحبي، هي طريقة سهلة اصلا. هتسيبه يحمل معاك. لو ما حملش معاك عشان في ناس بتقول ما بيحملش. لو ما حملش يا صاحبي يبقى انت كده في عيب من النت، فاهم؟ النت عندك بضان قوي فاهم. وممكن تدوس على ديت كده اللي هو جينج، وبتغير ال 857 دي. بمعنى هقولك ال 857، بص كده في أول الرقم، فاهم انت حاجة؟ فانت بتغير ده كله يعني انت بدماغك. طبعا احنا هنضطر ان احنا ننزل النسخ الشامل، هتلاقيه على المتجر تمام. انا مش هسيبه لان هو مع ناس كتير، فالمهم هنعمل النسخ الشامل كده. هتلاقيه على المتجر بلاي يعني سهل يعني. وهتقوم جاي تاسين ننسخ اي رقم انت عايزه، انا وليكن الرقم اللي هو احنا ننسخ من اول وجديد. طبعا معلش لو في صوت مع الفيديو كده، احنا كده خدنا التالت. لو في صوت مع الفيديو ما انتوا ما تنرفزنيش. ناخد اول واحد تمام اهو. هنخش على هنا كده نعمل موافقة ومتابعة، وهنعمل نسخ للرقم ونكتب هنا واحد تمام. هو كده كده اتكتب على طول. وبعدها هنعمل التالي، هنشوف الرقم شغال ولا لا. هو ده كل الحوار اللي انت عايزه في النسخ ولا لا؟ تمام. هو كده الرقم شغال. الرقم بقى كام؟ 219 3 2 2 8 تمام، اللي هو الرقم الاول يعني. حلو. ده بالنسبه لي يعني حلو، مفيش مشكله خالص. طبعا عرفتك ازاي تغير اللي هو اول الحته دي اللي هي 857 دي تمام. وهنعمل تمام. هنخش يعمل كده، هتسيبه معاك لحد يعمل اتصل بيه، سهل اصلا. وهنخش كده هندوس على الرقم اللي احنا خدناه هو ايه الاولاني. طبعا ممكن يتغير معاك تمام، ممكن دي تتغير معاك، بس مفيش مشكله خالص. لو اتغير هتجرب رقم تاني. سماح ده يطلب منك اي عنوان
اكتب له مثلا وليكن، مش فارقة فاهم، مش هيطلب منك حاجة يعني جديدة يعني، فانت بدون له اي هبة. تمام. وده ايه؟ ماشي، دي كلمة السر من 17 ل 16، مش هتفرق برضو. وهنا هتعمل ذكر وبعدها هتعمل ديت. تمام. هو بيقولك عايز تأكد بس كلمة السر اللي تبقى قوية بس. تمام. ده لو جابلك عيب في كلمة السر، الرقم مش هنحفظها. تمام كده فتح معاك على الرقم بتاعك اللي هو اللي انت اخترته. تمام. وعرفك ازاي. انت دلوقتي هتقولي طب ما انا عملت رقم واحد، عرفك ازاي اصلا تجيب اكتر من رقم، فاهم؟ بس ثواني، انا كده اخترنا الرقم. حلو. كل الحوار انت هتخرج كده، هتخش طبعا على النسخة. المفروض هو انت تعمل ارسال رسالة. تمام. المفروض انت تعمل ارسال رسالة، وعرفك ازاي الرسالة بتجيلك بس، وليكن اتصل بيها عادي، مش هتفرق يعني، فاهم؟ مفيش فرق خالص. هو البرنامج شغال وهنشوف دلوقتي. طب احنا عملنا اتصال، هو مش هيتصل عليك، البرنامج ده مش هيتصل عليك، مش شبه اللاتيفي. تمام. انا مش عايز اتصل عليا بس ماشي. المفروض اللي هو بيتصل دلوقتي. تمام. هو اتصل عليا يعني، بس انا ما كنتش بعمله كده في الاول. الرقم هفهمك كنت بعمله ازاي. عادي ممكن يكون البرنامج اتحدث او كده. تمام. انت كنت بقى اقوم قاعد اعمل كده تحديث، كان الكود بيجيلي في رسالة واحد بيقولهولي بس. تمام. نعمل اتصال بيه تاني، ما فيش مشكلة اصلا. بس بان البرنامج اتحدث ده كده احسن كمان. تمام. هنخليه بس لما اخلص اتصل بيه. هو كان في الاول كنت بعمل كده. طبعا الناس القديمة اللي كانت بتعمل ارقام فيك عارفة الحوار ده. كنت تقعد تعمل تحديث كل شوية لحد ما يجيلك. سيبك منه. ثواني. كنت بقعد اعمل تحديث كده اهي. بص يا صاحبي، فهو بيتصل عليك، ممكن ترد وممكن ما تردش، بس انا بالنسبه لي ما برضاش ارد، فاهم؟ بص بقى لما تخش عليها، جاب لي الكود، مفيش مشكله خالص. اسمع بقى يا اسطى، فيحمل معاك عادي طبعا، مفيش مشكله اصلا. النت عندي بضان اصلا يعني انت. المهم هتسيبه يحمل معاك بالشكل ده كده لحد ما يخلص. 2 8 رمز تحقيقك هو 4 8 7 1 2 8. فهنسجله رمز دلوقتي مش مشكله. تحقيقك هو 4 8 7 1 2 8. رمز تحقيقك هو 4 8 7 طبعا ده خلاص مفيش اي مشكله 1 خالص، فاحنا هنخرج كده. 8. المهم يعني عشان الناس اللي ما فهمتش، في ناس بتخش تسألني على حاجة انا شرحتها. بص يا صاحبي، انت اول ما بتختار الرقم اللي انت عايزه طبعا بالنسخ الشامل عشان تشوفه شغال ولا لا. مش عايز تنزله بدماغك، ممكن بس كده انت هتقعد تختار بقى كل شويه رقم. بس انا معتقد ان هي الارقام كلها بتخش معاك عادي، مفيش مشكله خالص. تمام. حتى لو انت لما بتيجي تعمل اتصال بيه، هيجيلك اتصال بيه فوق اللي هي الرسالة، هيجيلك بتتصل كده. تمام. من البرنامج نفسه هو اللي بيتصل عليك بالرقم. تمام. عايز تفتح تمام الرقم تمام، بس انا بسيبه عادي لحد ما اقعد اعمل تحديث كل شويه للبرنامج وهكذا، فاهم؟ لو انا اقعد اعمل كده كل شويه لحد ما تجيلي الرساله دي. تمام. وبسمع. ده السبب بس بخليني اعمل كده عشان رقم التوكيد يكون معايا على طول، بحيث ان انا حتى لو اني مثلا خرجت من الرقم وكده ورجعت له تاني، اعرف اعمل برضو ايه، يبعت لي رسالة توكيد. اما عامة يعني الطريقتين سهلين، واعرفك ازاي دلوقتي تعمل رقم غيره وغيره وغيره بنفس البرنامج، عشان الناس ما تبقاش ايه. وليكن تمام. ونخش عن الرقم هوريلكم دلوقتي، هو رقم امريكي. تمام. الناس كلها بقت بتعمل بقت بتعمل النسخة شبه حالاتي، تعمل عايزة تحديث بعد 30 يوم. انا على فكرة اللي بخليني اعمل النسخة بعد تحديث 30 يوم، لان اكيد بينزل حاجات تهنجة وكده، فعشان ما فيش واحد غبي متخلف يجي ينزلها لي بعد 30 يوم
يعني لو انا ما عملتلهاش تحديث، يعني يجي الناس بعد 30 يوم ولا مثلا بتهنج من الفيروس يقول لك ده نسخه وحشه يا صاحبي، ايام ما نزلت كانت نسخه فاجره ما كانتش بتهنج. عامه يعني هنخش كده بص الرقم يا اسطى. تمام، وطبعا عرفتك ازاي تغير اللي هي التمانية خمسة سبعة ديت، وقلت لك ازاي وممكن تعمله بأي دولة. ثواني بس نحط أي صورة، فاحنا نوقف الفيديو. تمام يا جدعان، يعني هو خلاص كده الرقم اتعمل. طبعا الناس هوري بس شوية حاجات. طبعا البرنامج انت شغلت الفي بي ان، عايز تفصله دلوقتي افصله، بس مش فارقة يعني، انا بالنسبة لي سايبه عادي مش هتفرق. البرنامج جايب لي بيقول لي ويلكم، انت دخلت عن البرنامج، عايزني اللي انا اعمله اشتراك والشغل ده كله، وهتلاقي عامل قناة على اليوتيوب يعني البرنامج مفيش مشكلة. المهم انت ده كده حوار البرنامج. طبعا انت دلوقتي هتيجي تقول لي طب يا اصلا لو خرجت من نسخة الواتس وكده، ده كل الاسئلة الناس اللي جابتها لي يعني. فالمهم اهو بص يا صاحبي، عايز سبسكرايب نعم سيبك منه. المهم لو انت مثلا خرجت من رقم من على الواتس وعايز تسجل بنفس الرقم ده تاني، لو انت مثلا كلمت بيه ناس وكل حاجة، هعرفك ازاي اصلا. بص انت هتخش اصلا، ده بقى الرقم بتاعك، يعني انت ما تبقاش مثلا عامل رقم وتمسح البرنامج. انا بالنسبه لي عملت الرقم ده بسيب البرنامج شبه ما هو. لو انا دخلنا هنا الرقم بتاعك يا اسطى، بتسجله تاني بتكتبه شبه ما هو مظبوط كده بالظبط، هتكتبه شبه ما هو كده. وبعدها وبعدها يا اسطى هتقوم جاي عامل نفس الحوار، هتعمل اتصال بيه هيجيلك الكود، مفيش اي مشكله خالص. تمام. لو انت بقى حبيت تطلع من الرقم وتعمل ارقام بقى وتبيعها والشغل ده اللي احنا مدوشين منه من على البي سي، يعني في ناس بتقعد تخش على البي سي الرقم مثلا بكارت فكه والشغل ده كله، ده كله كلام هبد. انت بتقوم جاي خارج عايز تمسح البرنامج وتنزله تاني وبنفس الطريقه. تمام. لا اما بتطلع تخش على الاعدادات كده وتعمل، بس انا مش هعملها يعني، انا هوريها لكم. تخش على الاعدادات، هتخش على التطبيقات دي الطريقه اللي الناس بيعملوها، بس انا مش في دماغي لان شو قلت لكم انا مش محتاج ارقام فيك. تمام. ونخش على التطبيقات. المهم يعني هتخش على البرنامج حلو، وهتعمل حذف بيانات سهله خالص يعني مفيش اي مشكله. طبعا لو حد عايز اي سؤال هيكتب في التعليقات. تمام. او اي حاجه حد عايزها هيكتب في التعليقات وانا هفهمه في الفيديو اللي بعده. تمام. نشوف بس البرنامج اهو يا اسطى، البرنامج اهو. هنخش عليه كده وهنعمل التخزين، نخش على التخزين، هتعمل مسح بيانات. فاهم انت؟ بس بيانات بس، ده كل الحوار. هتلاقي البرنامج لوحده اتسطب كأنك لسه منزله حالا، فاهم؟ كل حاجة بتاعتك هتمسح من عليه وهيتني معاك على الجهاز. بس انا من رأيي ان انت لما تيجي تعمل اي رقم اعمل بي بي ان، شغل بي بي ان الاول. انا بالنسبة لي بعمل كده طبعا. يعني الناس برضو ايه، لو دخلنا على البرنامج ده كده هتلاقوا رقمي متسجل عليه، بمعنى انا كنت عامل رقم وسايبه. دلوقتي لو انا حبيت اغير مثلا الرقم ده من على نسخة وانقله نسخة تانية، هخش برضو اجيب نفس الكود ده. انا بسيب البرنامج كده عشان لو حبيت اكلم واحد او حوار حصل وكلمته، طبعا افرض انا خرجت من نسخه ومن غير ما اقصد وبتاع، هقعد بقى اشوف رقم تاني واخش له من رقم فيك تاني وبتاع، لا سابه كل حاجه اهو يا صاحبي. تمام. رقمه، فساب كل حاجه شبه ما هي ومفيش اي مشكله خالص. بس هو ده كان فيديو النهارده. طبعا حوار سلسله التعليم وكده هنزلها في اقرب وقت يعني، ممكن بكره. أنا كنت هنزل النهارده بس عشان انتوا شايفين النت اصلا زباله وكل حاجه ضايعه يعني.